في الوجبات حاجه لا معينه؟ لا، هو احنا بعد ما بيتعمل القداس بالليل بنروح كلنا نفطر بقى. وبعدين تاني يوم يبتدي التظاهر بقى، واحد يعني العائلات تجتمع والجيران بيهنئوا على بعض كالمعتاد يعني. ده يوم الحد، فبنقول عليه حد القيامه. لكن المعنى بقى من القيامه اللي بنطلع بيها يعني هو مش مجرد احتفال وبنفرح صحيح. وبناكل وبنشرب ونلبس هدوم جديده ونعيد وناخد عيديه او ندي عدايه او كده. لا لا لا، القيامه بتدي قيمه للانسان، لان مش ممكن نهايه البني ادم او الانسان اللي ربنا خلقه وكرمه على واداله سلطان على كل المخلوقات وبعت له الوحي والانبياء والرسل والكتب، يجي بقى نهايته زي نهايه الحيوانات او البهائم، بتموت بتنتهي حياتها. صحيح. لكن ربنا كتب الخلود او ادى الخلود او ادى فيه القيامه، فكانت قيامه المسيح باكوره للقيامات اللي جايه بعد كده لينا. يعني وكأنها بداية وعظ لينا ان احنا كل واحد يفكر في يوم قيامته، زي ما يعرف ان قيمته عند ربنا قيمة جدا، بحيث ان حياته مش ممكن تنتهي، وده جزء اساسي من ايماننا، الايمان بيوم القيامة. الكل طيب دكتورة ميسون، يعني هل لازالت احتفالاتنا واعيادنا برضو فكره، واحنا صغيرين دايما كنا مرتبطين بفكره الملابس الجديده العيديه، دلوقتي يمكن الولاد الصغيرين ما بقاش عندهم الفرحه دي، فلو انت حبيتي تاكدي على سلوكيات برضو هرجع اقول لك تاني ايجابيات ومهمه في حياتنا في ان احنا ندخل البهجه والسرور سواء على اطفالنا او على ناس تانية، يعني الايتام، كبار السن، في فئات كتيره ممكن نفرحها في العيد، يعني بتشوفي ان احنا ازاي ممكن نستغل الاعياد في سلوك ايجابي، او حتى كمان تقول لنا بقى احنا نتصرف ازاي بشكل يبقى فيه لياقه او فيه اتيكيت جميل كده واحنا بنعيد على غيرنا وبنساعدهم. هو في الاول انا احب بس اكد على كل ان هي لازم تبقى اي مناسبه لازم تعمل ان اليوم ده بتاع البيت، يعني البيت كله يبقى موجود، ما فيش حد يبقى بره اللي مع صحابه، انا اصل دي رايحه النادي، لا انا نقعد مع بعض، هنتغدى مع بعض، بعد كده ممكن بالليل يعني اللي عايز يبتدي يخرج، فدي لانها بتعزز العلاقات الاسريه اكتر وبتعمل ترابط ما بين الاسره، وخصوصا ما بقيناش زي الاول فاضيين. لو في بيت فيه اطفال حلو قوي ان احنا نعمل بيت شم النسيم ونروح دار ايتام نوديه، لان هم برضو بيبقوا يعني بندخل البهجه عليهم، وفي نفس الوقت ده برضو بيكون لنا ان احنا بنحفز ولادنا انه للمشاركه، ان اي مناسبه بتيجي حاول انك تشارك مع اي حد تاني ايا كان، وخصوصا لو كانوا ايتام صغيرين او اطفال وكده هيدخل البهجه على قلوبهم، فدي برضه تبقى حاجه جميله جدا. طبعا بما ان احنا داخلين على شم النسيم وكده، انا اتمنى يعني ان مثلا الناس اللي طالعه الجناين، احنا عارفه انت شم النسيم معناته انه خروج بره البيت، بهدله يعني معظم الناس بتحب تطلع يعني اماكن مفتوحه او كده، بس هي في بس بيصعب علينا ان بعد ما الجنينه الورد جميل والزرع زي ما بنقول ربيع، يعني ده اللي بنقول ان انا عشان يبقى عندي انتماء للبلد لازم احس ان انا منها وهي مني. صحيح. فانا لازم احافظ على كل حاجه موجوده فيها. فليه ما بجهزش حاجتي من بالليل؟ بلاش ان انا يعني انا ما اعرفش، انا ضد اكل الفسيخ والسمك والكلام ده كان بره، بس ده هيحصل وهيخرجوا وهياكلوا. فاللي انا بقوله ان ممكن تبقى ربة البيت مجهزه حاجتها كلها في علب، يعني مش هحتاج غير ان انا اطلع بالشوكه واحطه وخلاص، فبالتالي مش هقدر ابهدل اي حاجه، والعلبه في الاخر هتتقفل وهترجع معايا، فمش هضطر ان انا اسيب او اوسع حاجه كمان على الارض، يعني على الجنينه عشان ما يبقاش يختاروا حته. اكيد ده اصلا كلمه اتيكيت اصلا جت اصلا كلمه من جنايني، لانه كان كل ما الملك في فرنسا يعمل حفلات فيجي الناس في الحفله مساء فيدوسوا على الجناين، ففي الاخر قال لك اعمل ايه حط تيكت كده صغير برجاء السير على في الاتجاه، هو بقى حط ريبون كده على المناطق المزروعه وعمل زي طرق معينه يمشوا بيها، فقال لك هجرب بقى، لان مش كل شويه انا هزرع وزي ما حضرتك بتقولي هنرجع تاني يصعب علينا، فكان صعبان عليه شغله جدا. فلا فعلا لما حط التيكت دي ان الناس بتمشي في المكان اللي هو حددهم، فمن هنا جت كلمه اتيكيت اللي هي المقصود بيها التيكت اللي بيدون بيها كافه القواعد اللي المفروض انا عليا اعملها ايه. فدي لانها برضو مرتبطه بالجنايني، يعني واخده تخيلي فكره جنايني، لكن عمل بعد كده علم اسمه علم الاتيكيت، بس البدايه يعني ان انت ازاي تدوني حاجه زي كده. فده اللي احنا بنقوله، ان احنا ممكن نحط زي اشارات او علامات ان في اماكن معينه مخصوصه ان الناس ده بالنسبه للناس اللي بتخرج بره، لكن الناس اللي يعني في ناس
بتعمل عزومات في شم النسيم وبتعزم. احنا قلنا ان دي حلوه قوي بقى بصله الارحام. في برضه في هنا برضه طقوس اتيكيت معين يعني لازم طبعا طبعا يعني مثلا لان هو شيء طبيعي ان انا لو انا معزومه وهروح اعتزم عند حد لازم هاخد حاجه حلوه في ايدي. الحاجات اللي دايما في ناس ممكن تغلط فيها كتير قوي، يعني مثلا سين انا جايه ازور حضرتك فانا مثلا داخله بتورتايه او كده، فحضرتك وجايبه انت كمان تورتايه، فانت مثلا بتشيلي التورته بتاعتي بتحسي انه خجل يعني ان انا افتحها او ان انا اقدمها. يا جماعه لا، يعني اي حاجه الضيف داخل بيها في بيتنا لازم نفتح، حتى لو انا عامله اشكال والوان لازم افتح هديه الضيف. يعني من اداب الضيافه. طبعا من اداب الضيافه، ان حتى لو جايب ايه لازم هفتح قدامه ولازم ابدي ان هي جميله جدا. انا كصاحبه بيت لازم هدوق منها، صحيح. وهو كضيف عندي لازم هيدوق من اللي انا عاملاه. فانا هشكره على اللي هو مقدمه لي وهو هيشكرني على اللي انا عاملاه له. فهنا بيحصل ان في ألفة ما بيننا وما بين بعض، ان هو حس، لانه اكتر على فكره اكتر حاجه في الهدايا تبان فرحتها على اللي اشتراها. واخده بالك؟ لان دايما ايه، انا مثلا جاي لي هديه هفرح، لكن انا وانا جايبه لحضرتك هديه ببقى عايزه اشوف اثرها ايه. انطباع حضرتك ايه؟ انبسطتي ما انبسطتيش؟ ففي ناس دايما تسالني فعلا السؤال ده. طب انا لو رايح في يعني حد دخل وجاب لي مثلا شوكليت، جاب حاجه تورتايه، بتكسف اقدمها. يا جماعه ما ينفعش، ده هي لازم تتفتح ولازم ان انا اقدمها. فدي برضو من ضمن الحاجات الايجابيه ان احنا نبتدي نتعود ان طالما الضيف جاي فاحنا يعني لازم نفتح ونقدم. عايزه ايه تاني ايجابيات؟ لا احنا للاسف عشان وقتنا هنلحق بس نعيد بقى على مشاهدينا. دكتور نبيل، ابدا بحضرتك معايده جميله كده لكل مشاهدينا. احنا بنتمنى دايما حياتنا تبقى فرحه وبهجه واعياد، ومن التقاليد الحلوه في الاعياد زياره الايتام او الملاجئ والمرضى في المستشفيات، ونشعرهم ان هم احنا مش بعاد عنهم ولا هم بعاد عنا، صحيح. مشاعرين بيهم، فبتبقى الفرحة متكاملة. هتزيد فبتطلع مجموعات كده هتزيد فرحتنا اكتر لو احنا شفنا الدول المنكوبه اللي موجودين في مصر. اطفال الدول المنكوبين ان احنا برضو نشاركهم في حاجه زي كده. حبيت بس اضيفها. تمام. فبتقوم مجموعات من الشباب بدل ما هم بيقضوها لعب او خروجات بيتعلموا يروحوا يزوروا ملجأ. يعني احنا كمان لازم ما نتعودش ان احنا ككبار اللي نعمل كده، لازم نعود اطفالنا الصغيرين يعملوا كده. يتعودوا يطلعوا يزوروا مرضى في مستشفيات او في بيوتهم او كده، او ايتام وملاجئ، وياخدوا لهم معاهم لعب، ياخدوا لهم هدايا، ياخدوا لهم اكل، ياخدوا لهم حلويات، حاجات زي كده. ده تقليد معروف كويس قوي متكرر يعني في كل حته. بالاضافه ان بيجتمعوا الاولاد زي ما قداسه البابا بيتقبل التهاني من رجالات الدولة وكبارها في المقر البابوي، بيقابل الشعب وولاده يعيدوا عليه وبيديهم هدايا وشوكولاتات وممكن هديات وكده، بتبقى بهجة حلوة يعني بترابط. وعشان شم النسيم بقى حضرتك تقول ايه لكل مشاهدينا؟ تعليقا على كلام الدكتورة، حاجة لطيفة جدا. هي فعلا عادة فرعونية أو عيد فرعوني كان اسمه شمو. شمو كلمة قبطية قديمة مصرية قديمة بمعناها بستان الزروع. وكان اليوم ده بيبقى اليوم المعتدل اللي النهار قد الليل في شم النسيم ده، وكان بيتفائلوا بيه جدا. وده عيد قومي بقى، انا هعتبره عيد قومي. ما هو فعلا يعني بيجتمع كله يعني ما هوش يعني خاص. يعني انت هتروح اي جنينه او في مكان مجتمع فيه، لا يمكن تقدري تفرقي تقولي اللي قاعد ده مسيحي او دي مسلم او دي مسلمه. كله في تآلف وروح جميله جدا. يا ريت والله لا. وكل انا بتهيألي كل مظاهر الاعياد، يعني اي عيد بيجي في بلدنا يعني من كتر ما كل الناس تبقى فرحانه يعني احنا في اعيادنا بنلاقي برضو صحابنا بيبقوا معانا يعني اكيد يعني وبياكلوا كحك معانا ونفرقع بومب سوا وكل حاجه. بناكل كحك معاهم. قولي لي بقى يا دكتور، يعني برضو المعايده اللي هتعيدي بيها على مشاهدينا تحبي تقولي لهم ايه؟ انا بحب اقول لهم كل سنه هم طيبين، ويا ريت فعلا في اليوم ده يعني لو نزلنا تاني يوم وبصينا في الجناين يا ريت تكون على حال احسن مما كانت عليه. هو ده اهم حاجه. بس انا اتمنى الاقي بلد نظيف اعيش فيه. صحيح. يعني فكره برضو الارحام اللي حضرتك اكدتي عليها في البدايه، لانه الحقيقه احنا للاسف يعني من الحاجات اللي بتوجع قلبنا دلوقتي ان احنا بنشوف ناس بقالها سنين ما تقابلتش مع الاسف. مع الاسف. وبعدين عايزين برضو نفتكر، يعني مش معقوله احنا
بنقول تبسمك في وجه اخيك صدقه. فدي برضو فرصه مناسبه ان احنا نبتدي بقى نغرس الابتسامه ونتعود. يعني حتى بره بيحطوا لهم قلم كده في بقهم عشان في الطيران يفضل على طول البق مفتوح يعني. فاحنا بنتكلم بنقول تبسمك في وجه اخيك صدقه، ده انت مش هتعملي حاجه غير ان منين ما تشوفي حد في اي يوم حتى وزياده في العيد يا ريت بس نبتسم لبعض، لان احنا بقينا شعوب يعني الوش بتاعنا بقى حزين، ما بقيناش زي الاول. فيا ريت ترجع الابتسامه بقى زي الاول كده، ونصبح ونسلم. ولان احنا عندنا روشته كمان نبويه حلوه جدا جدا. الرسول عليه الصلاه والسلام لما سالوه يعملوا ايه يعني عشان يبقوا في ايمان اكتر وكده، قال افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا والناس نيام وصلوا الارحام تدخلوا الجنه بسلام. يا رب، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني دي جمل جميلة اختتمنا بيها، سواء من دكتور نبيل استفانوس الشماس والواعظ، أو دكتورة ميسون الفيومي مدرس السلوكيات والاتيكيت، اللي كانوا معايا النهاردة واللي قدموا لنا أو كلمونا عن معاني نبيلة جدا ومشاعر وأحاسيس يعني رائعة لو فضلت موجودة جوانا، مش بس في المناسبات وفي الأعياد، لو فضلت موجودة معانا ومصاحبانا طول السنة، أكيد حالتنا النفسية هتكون مرتفعة، هيكون عندنا سلوكيات إيجابية كتيرة، هنكون على طول حاسين بالسعادة، ونبعد تماما عن الإحساس بالقلق، بالتوتر، بالضغوط النفسية والعصبية، باليأس، بالحاجات السلبية اللي احنا مش عايزينها تكون موجودة في حياتنا. فياريت فعلا نفتكر دايما إنه الله محبة. إلى اللقاء.